سنه وانتم طيبين. ومعانا طبعا عشان وقت البرنامج بتاعنا، ومعانا طبعا الشيخ محمد زهران. هنخش في الموضوع على طول يا شيخ محمد. اتفضل يا شيخ. الاسئله بتاعت الناس يعني. اتفضل. صلى على رسول الله اول صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا اول سؤال، على من يجب الصيام؟ يعني يجب على مين؟ طيب، بعد الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا والسلام، الاول وحيد الله وصلى على سيدنا والسلام. كالعاده يعني يجب الصيام على، كما قال العلماء، على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم. تمام. تمام. نعم. تاني سؤال، لماذا امرنا الله بالصيام؟ هل من اجل الجوع والعطش فقط؟ لا اله الا الله، محمد رسول الله. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا النبي صلى عليه وسلم. لماذا امرنا الله بالصيام؟ هل من اجل الجوع والعطش؟ لا طبعا، قال الله عز وجل، وان شاء الله كل حاجه بنقولها يا اما بايه يا اما بحديث يا اما بدليل، وبنبسط الدليل عشان خاطر المشاهد تفهم بس. العام اللي زانوا بحالاتي تصل المعلومه، وده الاصل عندنا. تمام. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ربنا فرض الصيام مش من اجل الجوع والعطش، عشان نبقى من المتقين، عشان نتقي الله عز وجل. ولما نبقى من المتقين ربنا قال ان للمتقين مفاز حدائق واعناب وكواعب اتراب الى اخر الايات. ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ان ايات التقوى كتير جدا، فنسال الله عز وجل ان نكون من المتقين حتى لا نطيل عليكم يعني. امين. السؤال الثالث، ما هو بقى فضل الصيام؟ فضل الصيام كما اخبرنا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه: من قام التراويح او قيام الليل في البيت عشان النساء، من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا، فضل عظيم، غفر له ما تقدم من ذنبه. وفضل الله عز وجل كثير، نسال الله عز وجل ان يرزقنا فضله، اللهم امين. معنا السؤال الرابع، هل يوجد في الجنة باب اسمه الريان للصائمين؟ أخبر عنه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة الله عز وجل بينادي: أين الصائمون وأين الصائمين؟ هو الباب ده يعني باسمه الريان باب اسمه الريان للصائمين فقط. تمام. هذا فضل الله عز وجل. ربنا يرزقنا الصيام الفرائض اللي هو رمضان، وصيام النوافل وعاشوراء وكل الأيام اللي سيدنا عليه الصلاة دلنا عليها. أين الصائمون أو الصائمين؟ فيقومون، فربنا عز وجل يأمرهم بأنهم يدخلوا من باب الريان، فيدخلوا، فإذا دخلوا أغلق الباب ولا يدخل أحد غيرهم. الصائمين فقط. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. نسأل أن نكون، فنعم في باب اسمه الريان للصائمين إن شاء الله. اللهم اجعلنا. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين. نسأل الله القبول.